السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كنا في وقفة في حراك لندن، يعني بريطانيا راهي دخلت الحجر الصحي الأسبوع هذايا، وبالتالي العدد كان شوية ناقص. ككل أحد وقفنا هنا في ماربلاج، وقفة حراكية لمساندة الشعب الجزائري في ثورته السلمية. الشعب الجزائري اللي نحييه بالمناسبة على الوعي العظيم والمقاطعة اللي صراحة أرعبت النظام. المقاطعة أكبر مقاطعة منذ الاستقلال، وهذا يدل على شيء، يدل على أن مكاسب تاع الحراك مكاسب رائعة، حتى ولو يعني تراجعت المسيرات اللي يعني أسباب يعرفها الجميع، لا بانديمي اللي راهي صراحة الوضع الصحي شوية صعيب، ولكن هذا ما يعطلش أن الشعب الجزائري ثورة راهي ماشية. الشعب الجزائري حقق فيه نجاحات، الوعي كبير، النظام مرتبك، والحرائق اللي شفتوها هذه ان غران بوين دانتيروغاسيون. هل هي سياسة الأرض محروقة؟ راكم تشوفوا كيف النظام راهو يسير في البلد عبث، ويعني صراحة فوضى عارمة في كل المجالات. وبالتالي الشعب قضية وقت فقط، قضية وقت فقط ويسقط هذا النظام، هذا النظام الفاسد المفسد، هذا النظام اللي ما عنده لا رؤية، لا فكرة، لا مال، لا رجال، لا كفاءات، لا هم يحزنون. فالحمد لله احنا كل ثقة أن الشعب هذا سينتصر، الثورة هذه سينتصر. اليوم كان لي الحظ أني تكلمت مع جميلة بوحيرد، تقول لي بالكلمة سيرجع الحراك إن شاء الله، سيرجع الحراك، سيرجع الحراك، سيرجع الحراك. وإحنا يكفينا فخرا أننا معنا جميلة بوحيرد، والمجاهدة الكبيرة جميلة بوحيرد، رمز ليكونت على ريفولوسيون الجزائريين، وكذلك عمي الأخضر المجاهد الكبير ربي يرحمه، اللي قالنا شدوا في الثورة، تمسكوا بالمبادئ تاعكم، ما ثبتوا وصبروا، تغيير آت لا محال. يعني الثورة هذه سيكتب لها ربي النصر، لأننا الناس على حق، لأننا شعب عنده مطالب مشروعة، لأننا شعب عارفين وش رانا حابين، دولة مدنية مش عسكرية، والمجد والخلود للشهدائنا الأبرار. الله يرحمك عمي الخضر ورقع. وتحية كبيرة للمناضلة جميلة بوحيل اللي راهي شوية تعبانة، ربي إن شاء الله يشافيها. السلام عليكم ورحمة الله.